عقبال ما كابتن خالد يعني نقدر نرجع له تاني. عندي بعض الاخبار الخاصه ما بعد اللقاء. بالتالي الاهلي الحقيقه اكيد في حاله حزن لدى النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين. حتى اللاعبين لازم يتكلموا مع بعض، يعني ايه اللي حصل وليه شكلنا في الكام ماتش اللي فاتوا عامل كده. في دور للاعبين واللاعبين الكبار كمان زي محمد الشناوي، في دور للجهاز الفني وفي دور للاداره. واعتقد دور الاداره مش هيجي دلوقتي. دور الاداره ممكن دلوقتي ان الكلام والحديث ان احنا عندنا ماتشات مهمه، وماتش مهم في الدور قبل النهائي في الدور القادم امام مازيمبي، وماتش صعب جدا. فالحديث هيبقى ما بعد مباراة مازيمبي التانية كمان، لان الماتشين هيبقوا قريبين جدا من بعض. هنشوف كمان نتائجهم هتكون عاملة ازاي. فبالتالي ايه اللي حصل؟ الشناوي اتكلم مع اللعيبة على الواتساب، جروب اللاعبين. وطبعا فكرة انك ازاي تخسر، وازاي انك تفرط في فوز، وازاي انك بالرغم حتى لو انت ناقص فانت النادي الاهلي. ده كان كلام محمد الشناوي. والكلام عن الفترة القادمة ان المنظر والشكل ما يبقاش بالطريقة دي، لان الحقيقة كل الناس كانت واخدة بالها النادي الاهلي مش في حالته. في بعض اللاعبين عندهم ثقة زايدة في المباراة انك ممكن تفوز، حتى يعني ان في بعض الاخطاء الغريبه والساذجه جدا من بعض لاعبي النادي الاهلي. في بعض اللاعبين ما طلعوش كل اللي عندهم، بالرغم زي ما بقول لكم كده ده ماتش كل اللعيب بيبقى نفسه يبقى افضل واحد. وده يمكن كلام محمد الشناوي مع اللاعبين في هذا اللقاء. طيب، في لعيبه بتتوقع دايما في كل ماتش ان هم يلعبوا اساسي، يعني في ماتش زي ده كمان انه يلعبوا اساسي. هقول لكم مين انا كنت شخصيا متوقع. كهربا او وسام ابو علي. الحقيقه الراجل فاجئني انا وفاجئكم اكيد لجماهير الاهلي انه بيلعب بمودست، بالرغم من الاداء وما زال سلسله من الاداء السيء لمودست. يعني كهربا يبقى بيلعب هدفين وما يلعبش في ماتش القمه، حاجه تزعله. وسام ابو علي يعني ما يلعبش ويلعب مودست، لازم يزعل. لازم يزعل اي واحد من الاثنين دول يلعب عليه الراجل ده. مع كل الاحترام طبعا احنا بنتكلم كوره، لازم يزعل ولازم ضغطه يعلى ولازم يتكلم، لان زي ما بقول لكم ماتش بيبقى ماتشات مهمه لدى اللاعب انه يلعب لقاء قمه، خصوصا كمان لما يبقى جايب جولين والتاني جايب جول في الماتش اللي بعده. انا بتكلم على كهربا ووسام ابو علي، ويتم اختيار اللاعب. الحقيقه كهربا يمكن زعل، ابتدى الامور بالنسبه له يعني يعبر عن غضبه. فهنا حصل الامور، ممكن الصوت عالي شويه. كابتن خالد بيبو حس ان الكهرباء تعدى الوضع وتعدى حدوده في التوقيت ده بالذات. ففي زي ما بنقول كده ايه، عقاب لكهرباء من خلال مقابل مادي، بعد ما يعني على صوته شويه في عدم وجوده في التشكيله الاساسيه. هي انا بشوف ان ساعات اللعيب بيتعرض لضغوط، كلنا على فكره كل اللعيبه. وتسال اي لعيب في وقت من الاوقات تحس ان انت مظلوم قوي، فبتبتدي مش تخرج عن شعورك. انت مثلا في النادي الاهلي الامور بتبقى صعبه لانك عارف في قواعد وحدود معينه يقدر يستخدمها مدير الكره زي ما عمل كابتن خالد بيبو لو انت تعديت حدودك. لكن في وقت من الاوقات لازم اعبر عن ان انا مستاء، ان ما ينفعش انا بعمل جهد كبير واللعيب او يعني المدرب بيدي لعيب ممكن يكون اخد فرص كتير وهو ما زال على نفس المستوى. فريق كل واحد والهم هو المكسب بالنسبه للفريق، لكن في الاخر اللعيب طبعا لازم بيعبر عن غضبه او زعله، ولكن طبعا باسلوب يكون مختلف الحقيقه عن اللي عمله كهربا مع ما بعد سماعه التشكيله الاساسيه في هذا اللقاء. طيب، لجنه التخطيط، واحنا كنا بنتكلم امبارح كان الاستاذ عصام شلتوت بيتكلم معانا امبارح ان في عنده معلومه خاصه بالجلسه اللي ممكن تكون موجوده ما بين لجنه التخطيط وكولر، واسباب المستوى الفني المتاخر في الفتره اللي فاتت، وفي نفس الوقت هزيمه امبارح. يعني ماتش مازيمبي هيكون هو اللي سبب تاجيل الجلسه دي. انك عندك يوم السبت هيكون ماتش مازيمبي وماتش صعب جدا، ثم ماتش العوده ان شاء الله برضه ماتش صعب. فبعد الماتشين دول هيكون في الجلسه الخاصه ب لجنه التخطيط كخطيب مع كولر، ولكن طبعا هيكون في حديث جانبي، مش لازم تكون جلسه رسميه، حديث جانبي عن التفاصيل في
المرحله القادمه، ده مهم جدا، وان يبقى في تعديل على الاقل في المباراتين القادمتين.